احنا اكتر شعب بيحس ببعضه جدا. لذلك احنا الشعب الوحيد اللي عمل يوم في السنه سماه يوم اليتيم، عشان يروح يحتفل مع اليتيم ويفكره ان هو يتيم وينقص عليه عيشته. مش بس كده، تلاقي اللي راح يحتفل مع اليتيم دوت اخد عيلته كلها عشان يحتفل معاه، في حين ان اليتيم دوت اصلا هو محروم من عيلته. يعني انت اخد عيلتك تحتفل مع اليتيم اللي هو اصلا محروم من عيلته. وما يصاحب ذلك من زيطه بالليل على الفيسبوك. في ناس تلاقيها رايحه يوم اليتيم ده عشان تتصور مع اليتيم وتنزلها بالليل على الفيس. بس من ضمن الناس اللي ما بتحسش ببعض المرتبطين، وخاصه المرتبطين على الفيسبوك. نصيحه اخويه، لو في يوم من الايام مروح وبتفتح الاكونت بتاعك ولقيت واحد او واحده صاحبتك عمل نفسه ريليشن شيب، اول حاجه اعملها تمسحه، لان هتلاقي واصله من الكهن والمحن هتجيب لك ضغط الدم والسكر. مبدئيا المرتبطين على الفيسبوك في مصر ما بيعترفوش ان هم يتكلموا انبوكس، كل كلامهم بيبقى على اللون، واحنا كسناجل بنقعد نشوفه ويتحرق في دمنا. يعني استحاله تلاقي اتنين مرتبطين ويخشوا يحبوا بعض على الانبوكس، لا، هو لازم على اللون ويعملوا لبعض منشن، وانت تشوف الكلام دوت وتقهر قلبك وتحرق دمك وتحس بالسنجله بتاكلك من جواك. يعني لو تبص على سبيل الكهن والمحن بتاع المرتبطين على الفيسبوك، ان تلاقي في يوم من الايام البنت داخله مثلا وعامله منشن، لازم تعمل منشن اللي هي مرتبطه بيه، تقوم قايل لك ياه النهارده قضيت يوم جميل جدا مع حبيبي، وعامله له منشن وقضيناه تحت المطر. انت لو دورت اصلا هتلاقي كل واحد فيهم كان قاعد في بيته بيضرب شوربه عدس، والبنت اصلا ابوها مش منزلها من البيت عشان ضيعت الموبايل الجلاكسي اللي كان جايبه لها قسط، بس هي لازم تهرب في صحباتها اللي عندها على الفيس. كمان تلاقي من الكون والمحن برضه تلاقي البنت داخله وتقوم عامله منشن برضه للي هي مرتبطه بيه، وتقول لك لو ده جنان اتجنن، انا وحبيبي قضينا اليوم النهارده في دريم بارك. دريم بارك ديت اصلا اللي هي ملاهي العباس، يعني دخلوا اتفسحوا ب 2 جنيه وهم طالعين جابوا زر بطاطا وخمسوا فيه هما الاثنين، بس هي لازم تزيد بيها. بعدين البنت لما بترتبط دايما عندها مصطلحات بتتغير، وبتبان بقى الرئه اللي جواها تحت برضه شعار الكهن والمحن. يعني تلاقي البنت مثلا بدل ما تقول شوكولاته لما ترتبط تقول عليها شوكليت، بدل ما بتقول برفان لما ترتبط تقول عليها بيرفيوم. فتلاقي واحده داخله مثلا بالليل وعامله منشن برضه تقول لك حبيبي النهارده جاب لي الشوكليت اللي انا بحبها. الشوكليت اللي هي بتحبها ديت اصلا هو جاب لها 2 كوفرتينا فقعهم من قرايه فاتحه كان فيها واداهم لها، وممكن تلاقي تقوم مثلا منزله صوره كادبوري تقول لك هي دي اللي جابها لي، بس لازم تقهر صحباتها ولازم تجيب لهم شلل وضغط دم، ما ينفعش تجي لها هديه وتسكت، لازم تزيد. كمان تلاقي برضه البنت تقوم كاتبه لك مثلا ايه النهارده كنت مع حبيبي وريحه البرفيوم بتاعته لسه حاسه بيها. لا، هو بص عليك البرفيوم بتاعه دوت اللي هو عباره عن تركيبه من خالد بن الوليد ب 15 جنيه، او ممكن مثلا هو لو اخوه سابي شويه جايب اكس هو فقع منها شويه وجالك بيها، او هي كبيره هتلاقي جايب لك باكل الواو حاطه وهو داخل عليكي فما تزيطيش وتكتبي لنا البرفيوم بتاعه والجو دوت. هو بسم الله ما شاء الله مش جايب برفيوم التوكيل. الولد بقى بطبعه لازم يضيع سمعه البت ديت، بمعنى ايه؟ تلاقيه مثلا عامل لك منشن اللي هو مرتبط بيها يقول لك النهارده اخدت ماي فيرست كيس من حبيبتي. يعني انت اخدت يور فيرست كيس ده براحتك، والله اعلم انت خدتها في الشلالات ولا في المعموره، مش مشكله. احنا ذنبنا ايه كسناجل؟ احنا كلنا مقضينا زبده الكاكاو. ليه انا لازم اشوف اللي انت بسم الله ما شاء الله اخدت يور فيرست كيس النهارده؟ يعني انت مقضيها معموره وشلالات براحتك وعيش حياتك، بس انا كسنجل مش لازم تقهرني وتحرق دمي. يعني احنا طول اليوم بنكتب سنجله جنتله والجو ده، بس لا، كله من جواه نفسه في اي كلب ولد يعيش معاه. يا ريت يا جماعه المرتبطين تتكلموا انبوكس، مارك عمل الانبوكس عشان تتكلموا فيه، مش لازم كل كلامكم يكون على الوول. احنا مش مجبرين نشوف الوول عليه كل شويه كهن ومحن. ارتبطوا شيء جميل، الدنيا حلوه، بس احنا مش مجبرين نشوف وصله الكهن والمحن ديت طول اليوم.